لحد دلوقتي ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج مع الأهلي لسه محلك سر، وده من آخر اجتماع رسمي قبل ما يسافر اللاعب عشان يشارك مع منتخب بلده في أفريقيا بالمغرب. آخر عرض من الأهلي كان 1,250,000 دولار في السنة، لكن ديانج كان متمسك ب 2 مليون دولار، والفرق ده هو اللي وقف الدنيا وقتها. اللاعب بعد كده أبدى مرونة وقلل جزء من طلباته المالية، لكن إدارة الأهلي لسه ما خدتش أي خطوة جديدة. الأهلي قرر يستنى ويأجل أي قرار نهائي لحد ما ديانج يخلص مشواره الأفريقي. وبالنسبة للكلام اللي ربط اسم ديانج بأندية ليبية، فده كلام فاضي وغير صحيح بالمرة، واللاعب رافض تماما فكرة الانتقال للدوري الليبي في المرحلة دي من مسيرته. الحكاية لسه معقدة ومحدش عارف المفاوضات هترسي على إيه. هل ديانج مكمل في الأهلي ولا هيمشي بنهاية الموسم، ولا ممكن الأهلي يبيعه بأي سعر في انتقالات يناير عشان يستفيد ماديا بدل ما يرحل مجانا؟